ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله هنعمل وصفة خطيرة 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 بدبابيس الفراخ. معانا كيلو دبابيس فراخ مقطعاهم كده زي ما انت شايفة. طبعا غسلتهم كويس جدا وحطيت عليهم ليمون. بطاطس مقطعاها بالشكل ده. تمام. مقطعها طولي كده باشكال طولية. طماطمايه مقطعاها طرنشات. طرنشات كده اللي هي برضو ايه، طرنشات رفيعة كده. الكبة فيها بصلاية متوسطة. 3 فصوص توم. فلفلاية خضرة ضربتهم في الكبة. كله كده على بعضه على الدبابيس، بجد مفيش اسهل من كده. البهارات ملح وفلفل. ال7 بهارات وبهارات فراخ وكركم وبابريكا وقرفة وكزبرة ناشفة ومرق الدجاج. هحط لكم كل المقادير والبهارات في صندوق الوصف عشان ما تتلخبطوش وتعملوا الوصفة بالظبط، وان شاء الله هتعجبكم. تمام. هنحط نص زبدية والنص التاني هسيبه كده على جنب، لان هعمل بيه حاجة في الاخر في الوصفة. تمام. نص زبدية بس كده. كل حاجة على بعض. الأكلة دي تقدري تسميها الأكلة السريعة المنقذة يعني. سهلة قوي. كيس صلصة. متأخرة مش عارفة تعملي أكل ايه، الأكلة دي بجد تنفعك جدا جدا. صحيتي من النوم متأخر، خلاص الوقت أزف والفطار بقى في رمضان وكده. الأكلة دي يا جماعة والله أخدت مني بالظبط يعني 3/4 ساعة أو أقل كمان. واستوت وبقت جميلة جدا، وعملتها كمان على فوق على البوتاجاز، ما حطيتهاش كمان في الفرن لان انا كنت مستعجلة عايزة اخلص بسرعة. فقمت قايلة ايه احطها على البوتاجاز، والبوتاجاز بصراحة بينجز يعني. وفي الاخر طلعت جميلة قوي قوي. انا قلت اشارككم الوصفة دي. بجد انا نفسي ان انتوا فعلا تجربوها. دبابيس الفراخ ليها طرق كتير. دي الافضل لان فيها كل حاجة، فيها فيها البطاطس. الصوص في الاخر هيبقى جميل قوي، الصوص بتاع اللي هينزل من الخضروات دي كلها. يعني هي وجبة متكاملة كده، يا دوب بس تعملي جنبها رز بشعرية او رز ابيض وبس كده. وجبة ممتازة محببة جدا جدا للاطفال. هنقلبهم كويس جدا كده زي ما انت شايفة. انا عايزة كل المكونات كده تتداخل مع بعض. هنجيب بقى شوية زيت كده. شوية زيت كده مش كتير. تقليبة بقى كده، تقليبة الايه النهائية. وانا ان شاء الله الايام الجاية هنزل لكم بقى طرق الكحك والبسكوت والغريبة باذن الله والبوتيفور. هقول لكم الطريقة بقى بتاعتي، خبرة السنين ما بعملش الا الطرق دي باذن الله. هنزل لكم ان شاء الله الفيديوهات. تابعوني. هنجيب بقى الصينيه بتاعتنا، ويا ريت تكون صينيه ايه كبيره شويه عشان تكفي الدبابيس كلها. وطبعا انت تقدري تعملي الدبابيس بالكميه اللي تكفي اسرتك، يعني مش لازم كيلو. اللي يكفي اسرتك اعمليها، اقل او اكتر اللي يريحك. هنرص الدبابيس كده زي ما انت شايفه. بجد شكلها حلو قوي قوي قوي، شكلها حلو كده من قبل اصلا ما نسويها. بجد حلوة جدا. هنحط بقى ايه البطاطس بتاعتنا كده جنب الدبابيس بتاعتنا. البطاطس انا مقطعاها ايه بالطول كده زي ما انت شايف، يعني تكون شبه ايه الدبابيس. هنرصها كده بالتساوي جنب الدبابيس كده. التتبيلة يا جماعة مش عايزة اقول لكم ريحتها كانت خطيرة. شايفين الجمال وشايفين كده الالوان. الكركم بجد بيخلي لون الفراخ حلو قوي. انا ما استغناش بصراحة عن الكركم في اي تتبيلة للفراخ، دايما مدخلاه في معظم تتبيلات الفراخ.
لان بجد بيدي طعم ولون حلو قوي. نجيب بقى نص الزبدية اللي انا سبتهم على جنب. ايه، هحط الزبادي كده على التتبيلة اللي متبقية دي. تمام. اهو. هنقلبها كده كويس لحد الزبادي ما تدوب خالص كده. تمام زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. ولو عجبك الفيديو يا ريت لايك عشان القناة ان شاء الله تكبر بيكم باذن الله. هنحط بقى التتبيله دي كده ايه على الدبابيس بتاعتنا. يعني مش عايزه اقول لكم على كميه الروايح والجمال بجد. الدبابيس في الاخر كانت طعمها جميل قوي 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 قوي. هاتوا يلا بسرعه دبابيس واعملوها على طول. في رمضان بجد ما تسيبوش الوصفه دي الا لما تعملوها. ومش مكلفة خالص. الدبابيس يا جماعة مش غالية. يعني سعرها مناسب جدا وحلوة قوي. وهتعجب أسرتك كلها إن شاء الله. وكفاية إن هي أكلة سريعة. مفيش فيها كلام كتير، مفيش فيها تعقدات خالص. لا خالص، جميلة قوي. هنحط كل التتبيلة كده زي ما أنا بعمل بالظبط. شايفين الجمال؟ شكلها حلو قوي قوي. حلو جدا. والتتبيله دي بجد حلوه قوي قوي. حتى لو فراخ عاديه مش شرط تكون دبابيس. يعني لو فراخ عاديه ممكن تعملي فيها تعملي الطريقه دي هتبقى جميله قوي 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 برضو. هنوزعها بقى ايه كلها كده على الدبابيس. حلوه قوي. حابه تدخليها الفرن براحتك خالص. اهو ده المنظر النهائي بتاعها بعد ما حطيت التتبيله بقى والبطاطس كل حاجه تمام. مش هحط ميه خالص 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 نهائي. هحط ورق الفويل اهو. انا حطيتها على على البوتاجاز عادي خالص. انتي حابه تحطيها في الفرن حطيها براحتك. بس بصراحه البوتاجاز انجزني جدا. اخدت 3/4 ساعه او اقل كمان. ما تحطيش ميه خالص، كل حاجه بتنزل ميتها. اهو زي ما انت شايفه طلعت بالشكل الروعه ده. بجد جميله جدا جدا جدا. انا بس ما كنتش عارفه امسكها لانها بصراحه كانت سخنه قوي. انا يعتبر كنت عامله الاكله دي قبل الفطار. يعني ما فيش، يعني كنت يومها متاخره فعملتها يعني قبل الفطار كده بساعه. فساعتها الوقت بقى احنا كنا خلاص المغرب اذن. كانت سخنه جدا. انا بصراحه ما كنتش عارفه امسكها. بس كنت عايزه اوريكم برضو هي من جوه مستويه ازاي. شايفين الجمال؟ بجد حلوه قوي قوي قوي. انا سويتها هقول لكم تاني على البوتاجاز. اخدت مني 3/4 ساعه او اقل. وبعدها بعد ما استوت دخلتها تحت الشوايه. اخدت لون بس كده. انت حابة تحطيها في الفرن حطيها عادي جدا. بس الفرن يكون سخن درجة حرارته 200. حطيها في الرف الاوسط مش هتاخد وقت خالص. شايفين بقى الجمال؟ والصوص الصوص اللي نازل منها ده بجد روعة. ما تحطيش فيها اي مية خالص، هي بتنزل ميتها. مع السلامة.